بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده انا يعني الجروب عامله عشان اتكلم عموما في الديفاي والفرص اللي في الديفاي وهكذا. طبعا يعني انت مش هتعرف تعمل حاجه في الديفاي من غير ما يكون معاك العمله بتاعه الشبكه او USDT او ايا كان يعني. تمام. فلقيت ناس كتير بتسأل نشتري منين ونشتري ازاي. فخلينا نتكلم هنا. انت واحد متعرفش اي حاجه في الكريبتو وداخل جديد وعايز تعرف تعمل ايه يعني. ففي الأول هتحتاج تسجل في منصة تداول مركزية. أمثلة باينانس، باي بيت، كيو كوين. خلينا في التلاتة دول لأن هم دول يعني بيصنفوهم تير 1 يعني أو منصات كبيرة. ممكن بعد كده تخش في بينج اكس و بيت جيت، أو أنا مش فاكر ميكسي. تمام. هسيب انا روابط لو حابب تسجل، يعني الروابط دي هتبقى روابط الريفرال عندي. لو مش عايز تسجل بالريفرال بتاعي ركز سجل بالاحاله بتاعت حد تاني، لان عاده بيكون في مكافاه ممكن ما تكونش اول ما تسجل، او هي عاده ما بيكونش اول ما تسجل. وممكن ممكن تكون مكافاه تافهه اللي هي مثلا خصم على مصاريف الفيز وحاجات كده، فممكن ما يكونش لها لازمه بغض النظر. فانت اول حاجه هتسجل في منصه من منصات التداول، وانا هشرح هنا على باينانس. وبعد كده هندخل نشتري ال USDT. تمام. ال USDT لو انا بتكلم على حالتي في مصر مثلا، اسهل طريقه تشتريه هي البي تو بي. لما بعد ما تسجل في باينانس هتلاقي الواجهه كده. لو مش ظاهر عندك خيار بي تو بي ده ممكن تبحث فوق. لو بحثت بي تو بي هيظهر لك هنا بي تو بي فانكشن. طبعا برضو لان الموضوع ممكن يكون مختلف من مكان لمكان، فاحنا في مصر عادة بنشتري بفودافون كاش او انستا باي او تحويلات بنكية. تمام. هتخش تحدد البيمنت ميثود اللي انت عايزها، ولتكن فودافون كاش. هتختار فودافون كاش. انت عايز تشتري. تمام. عايز تشتري مثلا اي جي بي. انت لو عايز تشتري ده بالجنيه المصري، عايز تشتري $20، هيبقوا مثلا عاملين 1000 جنيه. هتكتب طبعا بالاسعار الموجودة دي. فودافون كاش عادة بيكون اغلى، يعني انت لو عندك انستا باي او حاجة تانية اشتري بيه. في حاجة مهمة برضو ان انت تحتاج تحط البيمنت ميثود. هتخش على السكشن بتاع البيمنت ميثود ده وبتحط الطريقة اللي انت عايز تشتري بيها. بعد كده عايز اشتري 1000، اقوم داخل على البيع ده واقوم عامل باي. هدخل هنا عايز اشتري ب1000 وتعمل بليس اوردر كده. تمام. انا كده عملت اوردر. انت ممكن تجرب يعني، مش هخسر حاجة. تخش في شات مع الشخص. عادة هيقول لك ده تليجرام، وهي ما تتكلموش على التليجرام، خلي الكلام كله هنا. المفروض هو بعت لي رقمه دلوقتي وانا هدخل احوله ل1000 جنيه. تمام. وهو هيحول لي المبلغ ده اللي هو $20 بس. ده الموضوع ببساطة كده. معايا USDT في محفظتي. طبعا مفيش مشكلة، انت ممكن تجرب. هو انت ليك تكنسل 3 اوردر في اليوم، فانا يعني هو دلوقتي ده اوردر بجد. بس عادي ممكن انت من باب التعلم يعني تدخل كأنك هتعمل اوردر. تمام. عايز اكنسل اوردر، هكنسل اوردر هنا عادي. كنسل ذا اوردر. انا هكنسل اوردر لان انا مش هشتري يعني. بس ما تحاولش تكنسل اوردرز كتير عشان ده هيأثر على تقييمك او في البي تو بي. ده ببساطة ازاي تشتري USDT يعني.